شادية، 8 فبراير 1931 إلى 28 نوفمبر 2017، ممثلة ومطربة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. اختيرت 6 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين. كان والدها المهندس أحمد كمال أحد المهمين من مهندسي الزراعة والري ومشرفاً على الأراضي الخاصة الملاكية، حيث كان عمله آنذاك أي في بدايات القرن العشرين يستدعي وجوده في قلب العاصمة المصرية القاهرة وعلى بعد خطوات من قصر عابدين. لها أخت غير شقيقة من أمها تدعى عفاف، عملت ممثلة لكنها لم تستمر طويلاً. ولعل الجمهور يعلم بعضاً من تلك القصص المتعلقة بزواجها من المهندس عزيز فتحي، والفنان الراحل عماد حمدي، والفنان الراحل صلاح ذو الفقار. إلا أن الناقد الفني طارق الشناوي تحدث لام العربية نت عن كواليس مثيرة تتعلق بالراحلة، من بينها زواجها من الصحفي مصطفى أمين. ذلك الأمر الذي تم الكشف عنه بعد إلقاء القبض على مصطفى أمين بتهمة التجسس عام 1965، لتظهر وثيقة الزواج الخاصة بالثنائي. والغريب أنه حينما نشر أن هناك زواجاً عرفياً جمع بين مصطفى أمين ومطربة مشهورة تكهن الجميع أنها أم كلثوم، إلا أن الشناوي كشف عن كونه علم من مصدر بالمخابرات أن عقد الزواج الذي عثر عليه يجمع بين أمين وشادية. بدايتها جاءت على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فتقدمت هي التي أدت وغنت ونالت إعجاب كل من كان في استوديو مصر. إلا هذا المشروع توقف ولم يكتمل، ولكن في هذا الوقت قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، وبعد ذلك رشحها أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه، وأول فيلم من بطولتها، وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة العقل في إجازة. وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا، ممن جعل محمد فوزي يستعين بها بعد ذلك في عدة أفلام الروح والجسد، الزوجة السابعة، صاحبة الملاليم، بنات حواء. صعود شادية الفارق عندما شاركت في التمثيل بفيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار بعام 1959، وكانت تبلغ 28 عاماً. وكانت النقلة الأخرى في حياتها من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار، والذي أخرج طاقاتها الكوميدية في فيلم مراتي مدير عام 1966، وكرام زوجة عام 1967، وفي فيلم عفريت مرات عام 1968، وقدم أيضا فيلم أغلى من حياتي في عام 1965، وهو أحد أعمال الفنان محمود ذو الفقار الرومانسية، وقدم من خلاله شخصيتي أحمد ومنى كأشهر عاشقين في السينما المصرية. وكان آخر أعمالها السينمائية مع صلاح ذو الفقار هو فيلم لمسة حنان عام 1971. الأديب نجيب محفوظ قال عنها قبل أن تصبح بطلة مجموعة من أفلامه: شادية هي فتاة الأحلام لأي شاب، وهي نموذج للنجمة الدلوعة وخفيفة الظل، وليست قريبة من بطلات أو شخصيات رواياتي، خاصة أنه تعامل معها عند كتابته لسيناريو فيلم الهاربة. ولكن كانت المفاجأة له عندما قدمت دور نور في فيلم اللص والكلاب للمخرج كمال الشيخ، والذي جسدت فيه دور فتاة الليل التي تساعد اللص الهارب سعيد مهران. وبعدها تغيرت فكرها الأديب نجيب محفوظ، وتأكد بأنها ممثلة بارعة تستطيع أن تؤدي أي دور وأي شخصية، وليست فقط الفتاة الدلوعة. لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم مسرحية ريا وسكينة مع سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وحسين كمال وبهجة قمر لمدة 3 سنوات في مصر والدول العربية.
هذه المسرحية هي التجربة الأولى والأخيرة في تاريخ المشوار الفني في حياتها على خشبة المسرح، وليس ذلك هو السبب الوحيد لأهمية المسرحية في مشوار حياتها الفنية، بل لأنها أدت هذه المسرحية بلون كوميدي، والسبب الآخر أنه أمام عمالقة المسرح ولم تقل عنهم تألقا وإمتاعا، وكانت معهم على قدم وساق كأنها نجمة مسرحية خاضت هذه التجربة مرات ومرات، رغم أنه من المعروف عنها أنها من النوع الخجول في مواجهة الجمهور، والأمر هنا يختلف عن مواجهتها لجمهور المستمعين في الغناء، ولكنها كانت مبدعة ورائعة، ولم نشعر بفارق بينها وبين عمالقة المسرح الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة سهير البابلي، والذين أقروا بأنهم لم يروا جمهورا مثل جمهور مسرحية ريا وسكينة، لأنه كان جمهورها الذي أتى من أجل عيونها. اعتزلت شادية عندما أكملت عامها 50، ولما سئلت عن مشاريعها بعد الاعتزال وهل ستستمر فيما اكتسبته من أموال في الفن، قالت: حتى لا أضع نفسي في هذه الريبة، فقد تبرعت بكل ما ادخرته من عملي طوال السنوات الماضية كفنانة لصالح الجمعيات الخيرية، واعتبرت هذه هي الخطوة الأولى من رحلتي في رحاب الله، ولم أتردد لحظة في ذلك. توفيت في يوم الثلاثاء 28 من نوفمبر عام 2017 الموافق 10 من ربيع الأول 1439 هجرية، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء.